فيلمنا بيبدأ بعد 89 يوم من غزو كائنات غريبة على وجه الأرض، وبيموتوا معظم الناس، وبتكون الوحوش ما بتشوفش لكن بيكون عندها حاسة السمع قوية جدا، وبتهجم على أي صوت وبتقتله. وبنشوف عائلة مكونة من الأب والأم وثلاث أطفال، وبيكون الأب اسمه لي والأم اسمها إيفلين، والأطفال بيكون أساميهم ماركوس وريجان وبو. وبنشوف الطفل ماركوس وبيكون تعبان، لكن بتيجي الأم وبتحاول تجيب له دواء من غير ما تطلع أي صوت عشان الكائنات، وبتجيب الدواء وبتديهوله. لكن بتيجي ريجان وبتطمن عليهم، وبتروح عشان تلعب مع أخوها بو عشان ما يطلعش صوت ويأذي العيلة. لكن بو بيكون في نفسه في طيارة ومبيعرفش يجيبها، وبيكون على وشك إنها تقع على الأرض، لكن بتيجي ريجان وبتلحقها عشان ما تطلعش صوت. وبيكون الأب ليه بيجمع حاجات عشان يقدر يتواصل مع أي بلد فيها ناس عايشة، وبيكون في طريقهم للخروج. لكن الأب بيشوف بو وهو معاه الطيارة، وبيكون فيها الحجارة، وبياخد منه الأب الطيارة وبيشيل منها الحجارة وبيسيبها على المكتب. لكن ريجا بيصعب عليها أخوها أبوه وبتديله الطيارة، وبيقرروا يروحوا قبل الليل ما يدخل عليهم. وأثناء هما ماشيين في السكة بيكونوا رايحين للبيت بتاعهم، وبيشغل بو الطيارة وبتطلع صوت عالي، وبيجري الأب ناحية بو عشان يلحقه، لكن بيظهر كائن غريب وبيقتله. وبعد 472 يوم بتكون العيلة قاعدة في بيت مؤمنة شوية من الكائنات، وبيكون الأب قاعد في البيت وبيعمل أبحاث عن الكائنات، وبيكون بيتواصل مع أي حد عايش في المدينة لكنه بيفشل. وبيروح الأب بيقعد في مكان مع نفسه بيفضل يتفرج على صور ابنه وأبوه بحزن شديد. وبيرجع للأم إيفلين وبنعرف إن هي حامل، وبتجهز سرير المولود الجديد، وبتحط له أنبوبة أكسجين عشان ما يطلعش أي صوت. وبيرجع للأب البيت وبيقعدوا يتعشوا مع بعض، وبيقعد ماركوس مع ريجا وبيلعبوا مع بعض، لكن بالغلط بيكسر ماركوس لمبة الجاز اللي جنبه وبتسبب حريقة في البيت. لكن الأب بيقدر يسيطر عليها وبيطفيها، وبيسمع الأب صوت فوق سطح البيت وبيطلب منهم محدش يتكلم. وبتكون ريجا ما بتسمعش، وبيقعد أبوها في الليل كده وبيكون بيحاول يصنع لها سماعة عشان تقدر تعيد السمع. وبتكون الأم قاعدة وبتكون بتخمن يوم ولادتها، وبتمسك السماعة وبتطمن على الطفل. وبنشوف ريجا وهي بتتمشى لبيت مهجور، وبتدخل البيت وبتكون بتتمشى جوه البيت، وبتكون على وشك انها تنزل القبو بتاع البيت. لكن الاب بيجي وبيلحقها وبيحذرها ان هي ما تدخلش اماكن مش معروفة، وبيطلع السماعة من جيبه وبيديها لها. لكن هي بترفض وبتقوله ان دي مش اول سماعة تعملها، وان اللي كل عملهم مش شغالين. وبتكون بتعامل ابوها بشكل وحش. وبيرجع الاب للبيت وبيحضر عدة الصيد، وبياخد ماركوس عشان يروحوا يصطادوا. لكن ماركوس بيكون خايف، لكن الام بتقنعه ان هو يروح مع ابوه عشان يعتمد على نفسه. وبتيجي ريجا وبتطلب من ابوها ان هي تروح معاه تصطاد، لكن ابوها بيرفض. وبتطلع ريجا الاوضه بتاعتها وبتجرب السماعه اللي ابوها عطاها، لكن ما بتكونش شغاله. وبتزعل ريجا وبتخرج من البيت وبتروح للمكان اللي اخوها مات فيه، وبتفضل تعيط وبتكون حاسه ان هي السبب في موت اخوها. وبيكون الاب وماركوس بيصطادوا، لكن بيكون ماركوس خايف وبيقول له ابوه ان هو صوت النهر مغطي على الصوت بتاعهم، وان الكائنات مش هتقدر تسمعهم. وبيطمنه وبياخده عند النهر وبيفضل يعلي صوته والكائنات ما بتجيش. فبيطمن ماركوس وبيقعد مع ابوه بيتكلموا مع بعض. بيكونوا راجعين من الغابة وبيشوفوا راجل واقف جنب مراته الميتة، وبيحذروا الاب ان هو ما يعليش صوته، لكن الراجل بيطلع صوت عالي وبيهرب الاب وماركوس. وبنشوف الام وبيكون باين عليها ان هي هتولد، وبيكون في طريقها للقبو، لكن وهي نازلة على السلم بتدوس على مسمار، والصورة بتاعت ابنها بتقع وبتتكسر. وبتكتم الأم صوتها عشان الكائنات ما تسمعهاش. وبتكون الأم حالتها صعبة وبتنور النور الأحمر، عشان كده هي بتدل إن هي في خطر. وبيكون في كائنات دخلت البيت وبتقدر تمسك نفسها وما تطلعش صوت، لحد ما الأب بيجي هو وماركوس وبيشوف نور البيت أحمر وبيجري عليها. وبيطلب الأب من ماركوس إن هو يطلق صواريخ عشان يشغل انتباه الكائنات ويقدر يدخل البيت. وبتقعد الأم في بانيو وبتحاول تولد من غير صوت، وبيدخل الأب البيت وبيشوف البانيو فيه دم، وبيفكر ان مراته ماتت، لكن بتطلع عايشة وبياخدها هي وابنها وبينزلوا في مكان تحت الارض. وبتكون ريجا راجعة البيت، لكن بيكون في كائن وراها، وبيقدر الجهاز اللي هو ابوها عمله لها يبعد الكائن عنها. وبتكون ماشية ريجا وبتشوف كشاف مرمي على الارض وبتيجي عشان تاخده، لكن بتلاقي اخوها ماركوس. وبتكون الام نايمة، لكن بتفوق على كابوس ابنها ابوه وهو بيموت. وبتسأل زوجها عن ماركوس وريجا، لكن بيطمنها وبيقولها ان هو هيدور عليهم. وبيطلع الاب عشان يدور عليهم. في الوقت دوت بتكون المية ملت المكان اللي فيه ايفلين والمولود الجديد، وبيقدر الاب يلاقي ماركوس وريجا. وبيكونوا راجعين من البيت وبيجري ماركوس وريجا ناحية العربية، لكن الكائن بيهاجم الاب وبيهجم على ماركوس وريجا، لكن الاب بيودعهم وبيصرخ عشان يشتت انتباه الكائن. وبالفعل الكائن بيخلص على الاب، وبيقدر ماركوس وريجا يوصلوا للبيت، لكن بيظهر كائن في البيت وبتكون الام ماسكة البندقية
وبتكون على وشك انها تقتله، لكن ريجا بتشغل الجهاز اللي هو ابوها عمله لها، وبيكون الكائن مش قادر يسمع الصوت وبيكون يهجم عليهم، لكن الام بتضربه بالبندقية في نص دماغه. وفيلمنا بيخلص لحد كده. ما تنساش لو الفيلم عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد.